يتحكم بالرئاسة الأمريكية هي امرأة وتحمل لقب السيدة الأولى. اللي كانت في الفيديو دي ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف دي مسؤولة عن التوقعات والتنبؤات بالمستقبل، وكانت في الفيديو بتتوقع غلط نتيجة الانتخابات الأمريكية. وعلى فكرة دي مش أول مرة تغلط فيها، عشان مثلا نقول لكل كوادين كبوة ومرة وعدت وخلاص، لا، غلطت كتير قبل كده. العجيب في الأمر إن بعد كل الغلطات دي بنلاقي برضو آلاف وممكن يكون ملايين كمان بيتبع العرافة ليلى عبد اللطيف وزيها من الدجالين والعرافين. فنسأل نفسنا السؤال، ليه الناس بتصدق العرافين والدجالين دول؟ فعشان كده هنحلل نفسيا الطرفين، الدجال والضحية. الغريزة الحيوانية اللي مسيطرة على البشر دايما هي الخوف، ويجي بعدها على طول الفضول. الإنسان دايما خايف من المستقبل، خايف من اللي هيجي بكرة، خايف من الغموض اللي هو ما يعرفش عنه حاجة، وممكن يبقى خير وممكن يبقى شر. فالبشر بيبقى عندهم فضول شديد جدا ان هم يعرفوا كل التساؤلات اللي سألوها دي، وده مرتبط علشان يسكت ويقتل الغريزة الأولى، يقتل خوفهم من المستقبل. فبالتالي هيرضوا فضولهم وفي نفس الوقت هيبقوا مطمنين ومرتاحين. طب انا كراجل دجال او عراف وما عنديش اي دراية باللي هيحصل بكرة وبالمستقبل، ازاي اقدر اتوقع للناس دي حاجة تبقى صح وفي الاخر يصدقوني؟ هنا نستخدم تكنيك الكولد ريدنج او التوقع الغامض، بمعنى ان انا هقول حاجات تلبس وتناسب اي حد تقريبا. على سبيل المثال، في خبر سعيد جدا هتسمعه، او في حد متربص لك عايز يأذيك ويضرك، فبنسبة 95% الكلام ده فعلا هيحصل لك، وبسبب ان عقلك بيتعلق باي قشاية بتيجي قصاده هيصدق ان الراجل ده فعلا تنبأ بالمستقبل. طب انا مثلا كدجال او عراف عايز افرقع واعمل بوم في النت وفي التلفزيون، اقوم متوقع حاجة محط اهتمام الناس، حاجة دولية زي مثلا نتيجة انتخابات او نتيجة حرب او كارثة هتحصل لمنطقة معينة. فلو طلع كلامي صح يبقى انا اهو بتنبأ بالمستقبل. طب لو طلع كلامي غلط يبقى عادي، كل البشر بينسوا، وتوقع في التاني في التالت بعد ده ممكن حاجة فيهم تلفق صح، وكل الأخطاء اللي أنا غلطتها قبل كده هتتمحي عادي جدا. الخلاصة إن مفيش حد يعرف المستقبل، ولا عنده علم الغيب، ولا بيطلع على أي حاجة هتحصل بكرة، والمشي ورا أي حد بيدعي الكلام ده هي مضيعة للوقت وللفلوس. وبالمناسبة الدجال او العراف ده هيقلبك. الناس اصحاب العلم الحقيقيين هم الناس اللي بيعملوا دراسة تحليل لكل بواطن الامور، اسباب بتؤدي النتائج، بالبلدي كده 1 زائد 1 بيساوي 2. فما تخليش حد يستغلك يا حبيب جدك. وكان معكم حوار سكريبت مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.